المناعة الجماعية والتخلص من التبعية، الخطابات الملكية. وأنا أستمع إلى قطرات الشتاء تنزل من السماء، تمنيت لو تنصت الآذان الصماء وتعطي الفرصة للعلماء والخبراء لكي نواجه موجة الغلاء وندرة الماء وقلة الدواء. أيها الأغنياء، من يخدمكم سوى الفقراء؟ الملك محمد السادس نصره الله يؤكد في الخطابات على تقوية الجبهة الداخلية وإعطاء الجالية المغربية الأولوية. إذن لماذا الإقصاء؟ حان الوقت أن يراهن المغرب على أبنائه لا على أعدائه. مجتمعات تجتمع في المباريات الكروية وتتفرق في القضايا المصيرية. غريب أن هناك قوى خارجية تهدد بالنووي، وهناك عقول لا زالت تفكر في السماوي، وفئة مشغولة بمواضيع لا صلة لها بالواقع وبما يقع. وليس معقول ولا مقبول أن نرى أبناء الوطن يهجرون من الوطن الأم والغرباء يستوطنون. كما لا يخفى على عاقل أن هناك قوى إمبريالية بعضها مرئية وأخرى مخفية، أنانية لا تهتم بالإنسانية، تتحكم، تغتنم ولا ترحم، تدعي الديمقراطية، لا تعترف بالضعيف ولا الحليف. ولا يغيب على ذوي الحكمة والبصيرة أن الإنسان أصبح شبه محاصر، أسير، ولا يعلم إلى أين يسير. لهذا من الواجب حشد الكفاءات والطاقات واليقظة والاعتماد على الذات لتجاوز السلبية والاتكالية، وكذلك الاتحاد والتصدي لأطماع الاستعمار والقطع مع الريع، ومحاربة الفساد والاستحواذ والاستبداد وتحرير الاقتصاد. ونحن أحوج لنبدأ مبدأ العقل المدبر وبعد النظر المبني على أسس متينة وسليمة، ونهج سياسة الإصلاح والتصحيح وسلك الطريق الصحيح الواضح وليس المصالح.